هدايا جايه لنا بمناسبه الفيلا الجديده، والنهارده انا وكاندي هنفتحهم بس في خلال دقيقه واحده. كل هديه جايه من يوتيوبر مشهور، ولازم انا وكاندي نعمل تحديات عشان نفوز باللي جوه الهدايا. وهنبدا بملوك السعاده. ودلوقتي الهديه بتاعت ملوك السعاده. يلا بينا نشوف التحدي بتاعهم. يلا بينا ابدأ. اخويا عمر شاور الف مبروك يا روح قلبي على الفيلا الجديده، ربنا يجعلها لك يا رب خير ويطرح لك فيها البركه. احنا بعتنا لكم هديه على الفيلا، بس قبل ما تفتحوا الهديه لازم تعملوا تحدي العلبه والبيض، واللي هيكسب التحدي هو اللي هيقدر يفتح الهديه، ومبروك عليه الهديه واللي جواها. الف مبروك على الفيلا الجديده. سلام. مملوك السعاده فعلا. سعادة جدا. ليه اسم مش على مسمى؟ يعني التحديات مش باين عليها فيها سعاده خالص. يلا بينا. يلا. طب انت ما تضربيش. المفروض انا لما عملت انت نزلي ايدك برضه. هو انت كل مرة انت ما بتشيليهاش. يا ينفع امسح فيك في العبايه اللي انت جايباها دي؟ كده انا خسرت. دلوقتي المفروض ان احنا هنفتح الهديه اللي جايه من ملوك السعاده. يلا تفتحي انت ولا تفتحي انت ولا افتح انا؟ ان شاء الله هتطلع حاجه وحشه على وشك. ايوه الكرتونه باين عليها ان هي بتاعت ملوك السعاده فعلا. دي كرتونه ملوك السعاده. ايه ده؟ اوبا جايبين اتنين. اكيد اتنين، فردة وفردة. فرده وفرده. كان عندي زيه. تعرفي تستخدميه اصلا؟ كان ابيض. تعرفي تلعبي بيه؟ بجد والله. بتاع ده يا جدعان انا بكرهه كره. بتاع ده هو مش بكرهه هو ذات نفسه، انا بكره وقعاته الصراحه. بس مش فاكرة ده كوجر كام. ايه ده ايه؟ هو ليهم ارقام بس انا مش عارفة ده كام. كوجر ايه؟ كام؟ بيفرق في ايه بقى؟ شكل نوع. يعني ده حلو ولا اي كلام؟ يعني هم جايبين لا، حاجه حلو. نظيفه ولا؟ ايوه حلو. طيب بتعرفي تستخدميه؟ طب يلا اتفضلي ورينا. طبعا دلوقتي المفروض دي هديه ملوك السعاده زي ما انتم شايفين. هي طبعا من نصيب انا بعرف كاندي، العبها اصلا. وهي حظها ان هي بتعرف هي تلعب اصلا سكيت. احنا دلوقتي هنتفرج على مهارات كاندي في السكيت. يلا اتفضلي. طب ما دي مش مهارات، انا كده بمشي يعني. اتفضلي معاكي لا. الستيج كله. دي ايه بقى حركه الايد دي بقى؟ ماشي بقى. ممكن لا في حركه كده بشوفها. ايوه هي دي. استنى، لا لما الف. دلوقتي الفقره انت هتعملي ايه؟ حركة بس مش فاكرة اسمها. الحركه الحلزونيه. اتفضلي. سويت اسمها. هي كده. كون بقى برفع رجلي بس انا بصراحة مش هرفعها. ايه بقى؟ ليه؟ عشان لو رفعتها هاخد وقع على ظهري. دي صعبه؟ مش صعبة بس مش عارف ده. ايه اللي مش صعبه؟ والله لا يعلم. عماله تقولي بعرف اعمل سكيت وبعرف اعمل حركات. انت تعرف تمشي حتى ماشية؟ والله ما بعرفش، بس ما دام قلتي حاجه صعبه انا هعملها عشان انت قلتي صعبه. بتعملي ازاي؟ المفروض رجلي تحت وعين رجلي كده. كده لا كده. ماشي. ودي بقى بتترفع يعني مثلا كده، ممكن اعمل كده وارجع ظهري كمان بخدم. بتعمليه؟ اعمليها وريهاني وانا هعمل اللي انت بتقولي صعبه ان هي ما بتتعملش. ما هي دي هنا. ده بقى ايه بقى؟ ما تربطيه عشان ما يقعش فعلا. طب ماشي يلا. يلا يا رب. الحركه اللولبيه. خلاص انا هعملها انا. خلاص انا بقالي كتير جدا فعلا بلعب. هو واضح. طبعا اهم حاجه شكرا ملوك السعاده على الهديه التحفه دي. ثانك يو. انا هجرب بس دلوقتي عايز اجرب لان عندي فضول جدا ان انا اجرب الحركه اللي هي بتقول عليها صعبه دي. انت اصلا عارف ازاي؟ انا عمري في حياتي ما جربت البتاع ده. انا لو اديته زقه مش هيقف. يلا دلوقتي هنجرب الحركه اللولبيه اللي هي ما عرفتش تعملها والله العظيم بعرف اعملها. وانا اول مره هعملها. طب انا دلوقتي لو خدت دفعه من دي، انت قلتي رجلي كده ورجلي كده صح؟ لا افني دي كده. لا انت ممكن تفرد دي وترجع جرب تبقى بس. ماشي على عجلتين. انا هعملها الاول من بايه؟ بدفعه من الحيطه. يلا 1 2 3 هوبا. هو ايه ده؟ ايه رايك؟ قرف. بعدين دي هديتي اصلا بيلعب بيها ليه؟ عشان بجربها لك. بجربها لي. جربها لك عشان تعرفي تستخدميها فيما بعد. يلا بسم الله 1 2 3 هوبا. وبعدين بقى من تحت لفوق كده. لا امشي امشي امشي. سبعة رجلك كده كده رجلك كده كده. خد واحدة كده واحدة كده. ايوه كده. فراي خدي هديتك وروحي يا كدي. محدش
قال له البيت انا بس عشان بقالي كتير ما ركبتش السكيت فنسيت السكيت بيتركب ازاي. بس ايه رايك في مهاراتي في السكيت؟ زيرو. اتفضلي. يلا بينا. دلوقتي المفروض ان احنا جاي لنا هديه من واحد مكر مش مأمن له. الحسين جاهز عشان نشوف؟ يلا. ودلوقتي يا عمر يا شاور جايين نبارك لك بجد على الفيلا الجديده، وعايز اقول لك الهديه اللي انا جايبها لك دي غاليه جدا جدا. ألف مبروك يا شاور. وغير كده ان هي جايه لك من بره، بس في حاجه مهمه جدا، انت مش هتفتح الهديه دي غير بشرط واحد. الشرط وهو ان انت وكنزي تعملوا تحدي. التحدي عباره عن هترسم دايره بدراع واحد على سبوره بس، اللي هي الدراع كده، الدايره دي والدايره لو طلعت مظبوطه انت او كاندي اللي هيطلعها مظبوطه ويكسب في التحدي، الجايزه هتكون من نصيبه. انا متاكده ان كنزي هي اللي هتكسب، وانا متاكد ان شاور هو اللي هيكسب ويطلع الدايره مظبوطه، عشان اعرف شاور كويس. انا متاكد 100%. البنات اللي هتكسب. هنشوف. انتوا اكتبوا في التعليقات قبل ما تشوفوا التحدي بتاع شاور مين يكسب، شاور ولا كاندي. بس في حاجه مهمه، الهديه ما تتفتحش غير بعد التحدي، واللي هيكسب هو اللي هيفوز ليه بالهديه. بالهديه. خلاص احنا هنشوف الفيديو وهعرف الكلام ده حصل ولا ارجع اخد الهديه تاني. هستنى الفيديو. مكار فعلا. اما ده انت يا حسين اقسم بالله مش سهل يبعت الحاجه وعينيه فيها. تفتكري ايه هنعرف نعمل ده؟ يا رب. يلا بينا. احنا عايزين دلوقتي اظبط دايره ممكنه. طبعا. يلا 1 2 3. ايوه الله عليك. اوه انا بقى اقسم بالله هي الدايره تحفه. بس دي ايه ده؟ لا دي بس. هي دي ما اتقفلتش بس 100 دلوقتي انا هجرب. دلوقتي توقع مين اللي هيكسب، انا ولا عمر؟ اكيد دايرتي انا اكتر. انا اصلا وانا صغير كنت فنان تشكيلي. ما دايماً تتكلمش. في مدرسه في حصه الرسم كنت بجيب الكشكول اللي هو الكبير وبرسم بقى بيت، وكنت برسم عصفوره كده بقوسين كده بتعمل عصفوره. انا مش هتكلم كتير، ما بحبش اتكلم عن نفسي. يلا وانا مغمض احلى دايره. سلام يا هو ايه ده؟ فين الدايره؟ وطبعا زي ما انتم شايفين هي هنا حصل لها اعاقه كده شويه. الدايره هي هنا كلها معاقه، مش الحته دي بس، ده هنا وهنا فوق بايظه. عشان مره واحده في حياتها عملت رسمه دايره معدوله هتتنطط علينا. ماشي يلا بينا. ودلوقتي المفروض ان احنا هنفتح الهديه بتاعه الحسين. هي شكلها الصراحه يا جماعه مش مطمئن بالمره. جايب لك سم. ايه رايك يا كاندي؟ يا جماعه اصلا دي المفروض هديه بتاعت الدايره، انا خسرت وهو خسر، بس انا بتاعتي كانت حلوه، ممكن اكسبها؟ لا ما هو بصي يا جدعان، اللي بيحصل ان انا وهي لما احنا الاثنين بنخسر الهديه بتروح ليكوا انتوا، بتروح لحد من المشتركين من السبسكرايبر. فطلعت حاجه حلوه طلعت حاجه وحشه. هي من منظرها من بره الصراحه يعني انا مش مطمن، فعشان كده انا قررت ان انا هسيب كاندي هي اللي تفتحها. ايه ده؟ اتفضلي. هي عشان حاجه وحشه هتخليني افتحها؟ ممكن افتحها انا ويحصل لنا حاجه. بص معايا. هي تقريبا هي مفتوحه من فوق، ممكن نبص بصه قبل ما نفتح. يعني حاول تبص كده، بص هنا، بص بعينك كده، يعني بص هنا كده، بص هنا شايفين حاجه من جوه هنا؟ بص كده من هنا، شوفي كده، ممكن تشوفي حاجه. في ايه؟ انا عايز عشان يبعت لنا مثلا فار، تعبان، سحلفه. فار ياكل. بس عشان هي لو ايه، لو حاجه كده من بعيد. هو في ايه؟ لا افتحي ما تقلقيش. هفتحها وارميها عليه. يلا جاهز؟ يا نهار. ايه ده؟ في ايه؟ طلع في ايه؟ حاجه وحشه؟ حاجه وحشه جدا. امال خدتيها ليه؟ وريني تعالى. فاضيه. حاجه وحشه جدا. ها؟ فاضية. امال ايه اللي في القفطان بتاعك ده؟ ده شنطه. الله شنطه كبيره. ايه اللي بقى تحت الشنطه الابيض ده؟ الله فاضيه. ها؟ فاضيه. ودي شنطه. ها؟ شنطه. هو يعني طبعا كاندي كانت تتمنى ان الهديه ما تبقاش، يعني هي كانت تبقى كسبت طبعا، وانا الصراحه كنت اتمنى ان انا والله يا جماعه انا حابب ان انا اشكر الحسين شكرا جزيلا جزيلا جزيلا. الولد ده ذوقه في الهدايا محترم جدا. بس احنا هنختار حد من السبسكرايبر. يا بنتي سيبي، هنختار حد من السبسكرايبرز هو اللي هيكسب الموبايل ممكن ده. تتابعهولي؟ طب انت عامله سبسكرايب؟ لا جيت اعمل قال مش عارفه حاجه كده. قال لك انت تحت السن ولازم تعملي ايميل عشان انت قصيره. قصيره. صغيره صح؟ بكره تكبري ان شاء الله وتعملي جيميل ان شاء الله. هنختار حد من المشتركين هنكسبه الجايزه دي. ويلا بينا نكمل. يلا بينا. جاهزه عشان نشوف هديه جايه من مين؟ جاهزه. يلا. ألف مليون
مبروك يا شاوريت يا حبيب قلبي على الفيلا الجديده، ان شاء الله تكون ادم السعاده عليك. وركز معايا بقى انت وهي كويس جدا يا شاوريت، عشان تفتح الهديه بتاعتي لازم تنفذ التحدي اللي هقول لك عليه ده. التحدي هو باختصار ان انت هتجيب منديلين وتحط عليهم كوبايتين عصير، اللي يعرف يسحب المنديل الاول من كوبايه العصير من غير ما يوقعها الهديه بتاعتك تكون من نصيبه. والف الف مبروك عليكم يا عم. بس اهم حاجه التحدي من غير غش ومن غير حوارات يا شاوريت، اللي يكسب هو اللي هيحقق الهديه يا باشا. تفتكر هتعرفي تعملي التحدي ده؟ عيب عليك اكيد. يلا بينا. يلا. ودلوقتي المفروض ان التحدي اللي عليه الدور طبعا انت فاهمه هتعملي ايه. خسران ملوش حاجه، اتفقنا؟ لو الكوبايه وقعت او في اي حاجه حسيتي كملي ما تقفيش ما تعطليش. جاهزه؟ 1 2 3. استني لا عشان اصبت، عشان اصبت شديت قبل ما اقول 3. يلا 1 2 3 جو. اهو دي لعبتي اصلا، دي من وانا في ابتدائي بلعب اللعبه دي دايما بلعب لعبه المنديل والكوبايه. استني حاول حاسب كوبايه. ايه انت مالك انت بكوبايه؟ خليك في كوبايه. اوه كسبت. انا اللي كسبت، انا اللي هفتح الهديه بتاعتي. يس. ودلوقتي جه الدور على الهديه اللي جايه من القيصر. طبعا قيصر حبيب قلبي هو اللي هيكسبها، هو كسب تحدي الكوبايات. الجايزه دي بتاعتي، دي هتبقى من نصيبي ان شاء الله. تكون حاجه كده، بصوا هي الحجم اصلا عامل ازاي. بتطلع حته في الاخر قد كده. لا قيصر ولد محترم جيب لك وابن. لبانه. لا قيصر اوعى تكون هتعمل كده فعلا. بدأ يفكر اهو. لا هو قيصر انا ما يعني مش بحبه يعني، لا مش جايب لي هديه. ايه اللي انا بقوله ده؟ بحبك يا قيصر، ان شاء الله تبقى هديه حلوه. يلا نفتح بسم الله. جيبلوش هديه تاني. عاجبني الصراحه جدا حجم الكراتين الهدايا، الصراحه حجمها تحفه. يا قيصر انت مجبس البتاع ولا ايه؟ يلا جاهزه عند 3 2 1. 3 2 1 اوب باش. ايه ده احلى من هديتي. اوباش يا قيصر. هنبتدي نبص لبعض بقى. تقول لك احلى من هديتي. طب ما انت جالك السكيت وانا كنت اروح العب بيه بسرعه. بلاي ستيشن 5. خدي طب يعني انا مش يعني هو البلاي ستيشن حجمه قد كده، ايه الكرتونه دي؟ هو شكرا يعني شكرا بحبك يا قيصر يعني، بس اقصد يعني خد غط. ده فعلا عايز حد يختص لها عشان اجيب الدراعات من جوه من هنا. بصوا الدراعات محطوطه فين يا جدعان؟ نبذه عن ذكاء اصحابي في فن اختيار الهدايا. هو طبعا اهو بلاي ستيشن 5 اهو. عايزه تكسريه لسه بنقول يا هادي اهو. طبعا شكرا طبعا للقيصوره العسل. طبعا ده هنخش نجربه دلوقتي، هنجرب نلعب بيه بقى واحد ماتش فيفا. تعرفي تلعبي فيفا؟ بلعب مصارعه. تعملي مصارعه؟ تعرفي تلعبيها؟ طيب حلو قوي ده. حبيب قلبي يا قيصوره بحبك. امسكي كده، امسكي كده ثانيه. ناخد غطس نطلع الدراعات اللي تحت دي. دراع اهو سوني. الدراع الثاني اهو الدراعين. حبيبي يا قيصر. كملوا الفيديو للاخر عشان تشوفوا التحدي اللي جودي عملته لنا، مش هتصدقوا عملت فينا ايه. ودلوقتي كاندي المفروض ان هي راحت تودي الهديه بتاعتها البيت، وانا قلت افتح الهديه اللي عليها الدور اللي جايه من بيسو توينز. هنشوف بقى الفيديو اللي هم بعتينه لي بيقولوا فيه ايه. اخويا عمر شواريتو الف مليون مبروك على الفيلا الجديده يا روح قلبي، وتتهنى بيها كده يا رب. بس انا بقى جايب لك هديه، وعشان تفتح الهديه دي لازم تنفذ التحدي اللي انا هقوله لك، والتحدي ده هو فرقعه البلالين. بس في حاجه انا مستغربها. هو دلوقتي بيسو توينز المفروض ان هم فردين، ليه فرد واحد اللي عامل فيديو بيكلمني فيه؟ الموضوع ده انا مش فاهمه. يا رجاله يا روح قلبي الف مليون مبروك الفيلا الجديده، وانا جيت لك بنفسي عشان اتاكد انك هتعمل التحدي ولا لا. الله يخرب بيتك انت، ايه اللي جابك دلوقتي؟ يس انا جيت لك بقى عشان ابارك لك على الفيلا الجديده. يا عم ما تباركليش. وتاني حاجه عشان اشوفك هتعمل التحدي قدام عينيا. اهم حاجه فيه هديه. في هديه يعني مش هديه كبيره قوي. مش ناشفه منكم؟ لا مش ناشفه، مش ناشفه، عيب عليك. طب يلا بينا نعمل التحدي ونشوف جايبين هديه ايه. يلا جاهز عيب عليك. 1 2 3. فين الأخيرة فين؟ صح. أنا الكسبان، أنا الكسبان. كده المفروض تفرقع من بعيد ولا من قريب؟ من قريب. ولا هديتي فين يا ابني؟ هديتك يا انا هديتك يا انت تشتغلوني يا انا اللي كسبت خلاص، مفيش هديه، انا هديتك.
هوبا تعالى بس راح فين بس وريني بقى. ايوه الاوضه بتاعتي الجديده، الVIP اللي انت هتعملها لي. بص دلوقتي المفروض ان الناس ذوقيا بتجيب لي هدايا بمناسبه الفيلا. يس احنا هديتك. بص مش بالهدايا فاهم، احنا هديتك، فانت المفروض تقول لي دلوقتي فين اوضتي الVIP اللي هتبقى هنا. الفيلا انت امشي يا اسو مفيش الكلام ده يا اسو. يا اسو والله روح جيب اخويا وهنيجي يا اسو. اطلع بره الفيلا. احنا لازم نعيش معاك. تعبر الفيلا. حرام عليك يا اسو، انت مفتري يا اسو، انت ظالم يا اسو. اطلع بره فيلتي يا كلب. اطلع بره فيلتي. فين الهديه اللي عليها الدور؟ شوف الهديه اللي عليها الدور. ودلوقتي جه الدور على الهديه اللي جايه من قناه شاور فاميلي، يعني ابو عز وام عز. دلوقتي المفروض ان دي الهديه زي ما انتم شايفين اهي، وهنشوف ايه التحدي اللي ابو عز وام عز بيتحدوا لنا. هنشوف. ألف مبروك يا عمر على الفيلا الجديدة، تحفة ما شاء الله، يا رب تتهنى بيها وتعيش فيها أسعد أيام حياتك. ربنا يهنيك يا قلب اخوك، ونشوف احلى فيديوهات وتفضل دايما رقم 1 في مصر والشرق الاوسط كله. طبعا انا دلوقتي هتحداك تحدي، وانا عارف ان انت ملك التحديات، بس التحدي ده بقى جايب من الاخر. انا اتحداك ان انت توقف الفيديو دلوقتي حالا وتنط في البسين بهدومك زي ما انت كده. مش أسهل من كده أعتقد يعني. نط بسرعه حمام السباحه عشان اخد الهديه. بيسو تعال بسرعه. تعال بسرعه. انت بص نط في حمام السباحه دلوقتي حالا. طب انا نط ليه؟ بيقول لك انت اللي تنط. هو بيسو وانا وانت ايه؟ واحد يا روح قلبي وانا بديك بروحي. ايوه يا حبيبي يا حبيبي العصايه يا حبيبي ده بيضحي بنفسه عشاني. يا لهوي ده تلج ولا تلج. حد يتنفس ابو عز. اقسم بالله ده بيسو الطرطشه، ده المطرطش. المهم بقى تشوف ايه الهديه بقى. انا الواحد اتغرق. ابو عز ده بيسو يعتبر الدوبلير بتاعي، اللي هو لو هو نط كأن انا نطيت بالظبط. ماشي، فانا فزت بالتحدي. هنفتح الهديه نشوف الهديه ايه. لو في حاجه حلوه اديني. بص ايا يكن جوه بالنص عشان انت ماشي. اللي نطيت. اتفقنا؟ ماشي يا قلبي، بحبك يا اسم. انا بموت فيك يا مين. ايه ده؟ تجيب لنا بوكسرات من سيمبا الصوتي ولا ايه يا حاج؟ ايه ده؟ تجيب لنا بوكسرات. جايب لنا مايوهين. هو ايه ده يا ابو عز؟ هو ايه ده؟ دي منظر هديه يا ابو عز. هو ايه ده؟ هو ده الفيديو كامل ولا ايه ده؟ ايه ده الفيديو انا ما خلصتوش للاخر. استنى كده. انا متاكد طبعا ان انت دلوقتي نطيت. عايزك بقى تفتح الهديه اللي انا جايبها لك، هتلاقي عندك مايوه وفوطه. المفروض ان انت كنت تلبس المايوه دوت قبل ما تنط وتتفوض بالفوطه بعد ما نطيت. ضحكت عليك يا كروديا. يلا يا رب تعيش احلى ايامك في الفيلا، ربنا يسعدك بيها يا رب اخويا. يا ابني يا ابو عز، انت بتخلص اللي انا بعمله فيك بتطلع عليا؟ ماشي يا ابو عز، مقبوله منك يا ابو عز. بص احنا اتفقنا بالنص، انت خد المايوه البينك وانا الازرق. ماشي يا ابو. ماشي. شاوريك. هو دي كمان- مقبوله منك. كمان جايب بورلوس. هنقسمه نصين ده. بورلوس او ده بص انا البس ياما وانت ياما. انا هتنشف بيه مره وانت مره. ماشي. او البسه بقى البسه عشان انت اتبليت. خد اهم انت حاجه يا البسه. جدعان تعملوا لايك وسبسكرايب. الفيديو ده يوصل ل 200,000 لايك. يلا بينا نخش على الهديه اللي بعديها. دلوقتي المفروض ان الهديه اللي عليها الدور جايه من مين بقى؟ كابيتانو جودي. جودي حبيبتك وخالد الكابيتان. يلا بينا. يا عمر يا شاور، ألف مليون مبروك يا حبيبي على الفيلا الجديدة، وطبعا الهدية ديت جاية لك عشان خاطر الفيلا الجديدة. بس عاوز اقول لكم حاجه، ان اللي هياخد الهديه دي هو اكتر حد هياكل كميه كبيره من الشيبسي محطوط عليها صوص اندومي كوري حار. ايه ده؟ ليه الافتراء والأذى بتاعك ده؟ هو كده ليه يا جودي؟ ما احنا بتدي الناس هدية عشان خاطر لازم كده. معلش يا عمر، هي اللي دافعة بقى. مبروك يا عمر على الفيلا، ومعلش بقى ومبروك على اللي هياخد الهدية. اتصرف انت بقى وشوف مين اللي هيقدر ياكل الشيبسي بالشطة المولعة. احنا في رمضان يا بنت. يلا يا عمر، ألف مبروك يا حبيب قلبي. جودي شكلها بتحبك قوي. ودلوقتي هعمل التحدي. جبت شيبسي. طبعا هو مش حراق ضرب 3، لان اصلا مفيش في مصر شيبسي ضرب 3، فاحنا قلنا ايه، هنجيب كيس شيبسي عادي بس هنضيف عليه صوص الضرب 3. طبعا احنا فاضل على السحور بالظبط نص ساعه، فده يعتبر ايه عشان خاطر ننفذ التحدي وافتح الهديه. هنحط ايه؟ نفتح ده زي ما انتم شايفين هو مولع اصلا. هنروح عاملين ايه بقى؟ عاملين جوه الكيس كده اهو الصوص اهو يا جدعان. زي ما انتم شايفين الصوص ضرب 3 اهو بينزل جوه الشيبسي اهو. ماشي اهو جوه. ماشي اهو لحد ما خلص اهو. ماشي صوص الضرب 3 جوه الشيبس. نروح عاملين ايه كده؟ هنمسك فيه كده. ده سحور النهارده. ربنا يستر. يلا هنكب هنا. بس الكيس من جوه بقى عامل ازاي؟ بس الكيس من جوه كأن واحد مضروب جوه الكيس. 13 ماشي. يلا بسم الله. زي ما انتم شايفين نديله كده واحده اكسترا برضك من بره. نديله واحده.
الله منك لله يا كابتن. بسم الله. ايه الشيبس؟ بسم الله. ده سحوري النهارده. بسم الله. يا نهار اسود يا جدعان. منك لله يا كابتن. مش قادر انا مش حاسس ان بقي بيتقطع. انا مش عارف هصوم بكره كده ازاي. لا كده هنادي للدوبلير بتاعي. بيسو تعال. انت بتعمل ايه؟ ايه ده؟ شيبسي؟ الله. جايب لك سحور بقى. الله. ايه شيبسي انما ايه اللي قلبك يحبه. كل يا حبيبي كل. ايه شيبسي ده يا زوري مش راضي يبلع. انا دي مساعده كمان. ديشه. ديشه تعالى يا ديشه يا حبيبي. ولع. تعالى يا ديش. تعالى يا حبيب قلبي. تعالى يا حبيب قلبي. يا معلمه ده صحولنا النهارده ده ولا النهارده عاملين اعلان لشيبسي. دوق معانا بسرعه. شيبسي بالكاتشب؟ كاتشب اعلان جديد؟ بالكاتشب. احلى كاتشب ده. احلى كاتشب جديد لسه جديد. ايه رايك؟ لازم نخلص الطبق ده. لازم نخلصه. ايه يا عمر ده؟ هو ده شيبسي بالكاتشب؟ بقي ولع. لا انا مش قادر. انا لازم اخش. خد يلا. خد تعالى. سيبها بس يا عم الباص يا عم. اللي انت بتعمله ده مش قادر. يا نهار ابيض البتاع اتكسر. انا اول ما قفلت الباب اللي بتاع وقع. اول ما قفلت الباب لسه ايه ده شفاط. يا نهار اسود الله يخرب بيتك. ايه ده؟ معرفش. ده انا قفلت الباب بس. الله يخرب بيتك يا بيسو بكام. ده البتاع اتكسر. ايه اللي حصل ده يا حاج؟ البتاع اتكسر. تأثير الشطه ده قاعدة عملت ايه في اتكسر. القعده؟ ايه ده؟ والله لسه ما عدت على القعدة. والله لسه ما عدت على القعدة. لسه ما عدتش. امال ايه ده يا ابني؟ ايه اللي حصل فيها؟ ايه ده؟ ده انت دوبلير ما انت. ده ايه ده؟ بتضحك على ايه يالا؟ والله ما عدت على القعدة لسه. انا دخلت قفلت نص الباب بس. الله. الله يحرقك يا بيسو. والله لسه ما عملت. لسه ما عدتش على القعدة. ماشي كان شكله كده جاي في كده. تمام حلو. خش بقى كده جوه واقفل لي الباب ده كده. يا ابو عز ايه ده يا ابو عز؟ لسه ما عدتش على القعدة والله يا جدعان. جالي البواسير يا جدعان مش قادر والله ما قادر. والله ما ادري ان انت كسرت الحمام. قفلت الباب بس والله ما اعرفش ايه اللي حصل. خد حقك يا معلم. لا ايه ده؟ اديني دماغك. خد حقك يا معلم. اديني دماغك يلا. حسبي الله. خدت عين. الفيلا خدت عين. اللهم صل على النبي. الازاز اتدغدغ. القعده اتدغدغت. والله انا كنت متوقع. بقول لك يا خالد يا كابيتانو انا مش عايز هدايا ومش فاتح مش مكمل بقيه الهدايا. وشكرا لغايه كده. بارك الله فيما رزق. شكرا. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. مش مصور في الفيلا تاني. سلام.